صدمة في الوسط الإعلامي المصري. وفاة الإعلامية المصرية نيفين القاضي، مقدمة البرامج في التلفزيون المصري. توفيت الإعلامية المصرية نيفين القاضي، إحدى مذيعات التلفزيون المصري ووجها مميزا على شاشة ماسبيرو. توفيت صباح اليوم الخميس بعد معاناة مع أزمة صحية حادة. دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، وأعلن عدد من زملائها وأصدقائها خبر الوفاة عبر صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وسط حالة من الحزن في الوسط الإعلامي المصري، ونعاها الكثير من العاملين في التلفزيون المصري، وتبادلوا كلمات الوداع والدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وكانت نيفين القاضي قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لوعكة صحية شديدة تطلبت نقلها إلى إحدى المستشفيات الكبرى، وخضعت للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية. وأصيبت نيفين الله يرحمها ويغفر لها بالمرض الخبيث في الرحم، وانتشر الورم في مناطق أخرى. دخلت العناية المركزة منذ أيام بعد تدهور حالتها الصحية، حتى أن فارقت الحياة اليوم. نيفين كانت تتمتع بعلاقة طيبة مع كل زملائها بمسبيرو. نسألكم في التعليقات الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لأهلها وكل محبيها. إنا لله وإنا إليه راجعون.